السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين بقى الجمال والحلاوة دي؟ هنعمل النهاردة مع بعض مندي العزومات، المندي اللي يشرفك قدام اي حد ان شاء الله. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير وطريقة التحضير بالمكونات اللي عندك في البيت. سهل جدا ومفيش اي حاجة. عندي معلقتين كبار من الصلصة، حطيت عليهم زبداية بلدي، حطيت عليهم معلقتين من الملح صغيرين مليانين، حطيت عليهم نص معلقة من الفلفل الأسمر مليانة، نص معلقة من الهيل المطحون، نص معلقة من القرفة، ونص معلقة كل ده مليانة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من بهارات السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من الكركم. وكمان كان عندي صويا صوص، فيه حطيت بالظبط معلقة كبيرة مليانة من الصويا صوص. اوكي، يبقى يلا بينا مع بعض نقول مكونات تاني. عندي حطيت، وكمان هحط معلقتين زيت مليانين حلو، وليموناية كاملة. يبقى زيت، ليمون، زبادي، صلصة، البهارات عندي كزبرة، ملح، فلفل اسود، قرفة، حبهان مطحون، كركم. تمام. وكمان عندي حتة تومة مدقوقة كده رحت ضفتها. دي البهارات بتاعتي، مفيش اسهل منها. اهم حاجة متنسوش الليمون. تمام. تمام. هنبدأ كده بقى نتبل الفرخة بتاعتنا اللي غسلينها ونقعينها في محلول النقع بتاعنا الجميل اللي كل مرة بنعملوه. مية، معلقة دقيق، عصير ليمون، وسكر وملح. وكمان اخدت كده نص ليمونة قلت اعصرها برضو فوق كده اهوت، عشان خاطر يعني فيها كده من طريقة التشيكن ماكن اللي هي بتاعت اللي هي الهندية. حلوة جدا وطعمها كان رهيب، وبصي سهلة خالص خالص خالص. ودلوقتي جايبة رز بسمتي بعوف. طبعا اهم حاجة تكون بس الحبة بتاعته نظيفة، اللي هي الحبة الهندي الصفرة الطويلة. تمام. دلوقتي وزنت بالظبط كوبايتين ونص مليانين من الرز البسمتي. انت بقى عندك اكتر او عندك ناس اكتر، فحطي بقى ايه 3 4 كوبايات. المهم على الكوبايتين من الرز بسمتي بياخدوا كوبايتين من الميه. واقول لكم دلوقتي انا غسلت الاول الرز بسمتي كويس ونقعته وسبته على جنب. صينيه عندي، الصينيه دي صاج كده حلو، او عندك صينيه الومنيوم مفيش مشكله، ما توقفيش نفسك، اي صينيه عندك. حطيت عليها بس احسن ان هي تكون مستطيله. حطيت عليها جزرية مبشورة، وبصلاية متقطعة قطع صغيرة جدا، ملح، الملح بتاع الرز بتاعك عادي، كركم، قرفة، حبايتين. وكمان عندك بقى ليمون اللي هو الناشف بتاع الكبسة حطيه. انا حطيت زي ما انا قلت لكم كده ملح وفلفل اسمر وقرفة وكم وكركم، وكمان ورق لوري، بس كده. واخدت كده الخلطة الجميلة دي كده مع بعض، ومعلقتين من الزيت. ما ننساش معلقتين من الزيت، ما ننساش عشان انا كنت هنساهم. بعد كده الرز بعد ما اتنقع نص ساعة حطيتهم كده على الخلطة الجميلة بتاعتنا دي، وقعدت كده ايه ادمجهم بقى كلهم في بعض. الحمد لله كله شكر لي في الاكلة دي. الحمد لله كانت اكلة جميلة وخفيفة، مش تاخد منك وقت، كله يتحط مع بعضه كده في الفرن، مش تتعبي ولا تقفي على حاجة ولا اي حاجة. فسهل قوي، كمان هتشرفك قدام العزومات بتاعتك لو خاصة عندك عزومات. حماتي ربنا يبارك لها كانت عندي، فقلت بقى ايه هعملها كده على قدنا. تفرديه بقى كده في الصينيه، وبعد كده بتروحي على طول حاطه الاربع كوبايات، يعني أنا كوبايتين ونص من الرز دول عملتهم، فهحط عليهم 5 كوبايات من الميه. هيطلع معاكي مفرفر وجميل ومش معجن ولا اي حاجه، لان الرز البسمتي معروف بياخد الضعف. اتفقنا؟ اهو حطيت الميه اهو. عايزة مثلا ما تحطيش ملح وتحطي مكعب من المرق، مرقة الدجاج هتبقى حلوة قوي، يديكي طعم تحفة. بس انا كده كده عشان خاطر الطريقة اللي هوريها لكم دي هحط فوق منها الفراخ، فالفراخ عصارتها ودهونها والحاجات بتاعتها كلها الحلوة دي هتنزل على الرز، هتشربها لي وتبقى بصوا طعم واو يعني من الاخر. دلوقتي بعد بقى ما خلاص دمجت كده الرز مع السوائل اللي فيه، حطيت على طول بقى كده، خدت ورق فويل، وبدأت كده ان انا هقفل كده من الجناب بورق الفويل.
هتعمليه يا مني زي نظام ايه؟ هعمله زي نظام المصفى من فوق كده، يعني هخرمه كده خرم صغيرة علشان خاطر البخار بتاعه لما يغلي يطلع على الفراخ يسويها، مش هحط ميه الفراخ ابدا. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. اخرمها زي خرام المصفى بالظبط. بس كده عندك شبكة، تمام. عندك شبكة تحطيها بحجم الصينية فوق عشان خاطر تثبت الصينية من فوق، او تثبت الفراخ من فوق، مفيش مشكلة. ما عندكيش حطي عليها، مفيش اي مشكلة. طبعا الافضل ان الفرخة تكون متقطعة نصين اتنين بس عشان في التقديم يبقى شكلها حلو، ولكن انا كنت جايبة الفراخ وقطعتها، نسيت وقطعتها، ما كانش في دماغي الوصفة اصلا. فالافضل انها تبقى متقطعة نصين، ووزن الفراخ ما يزيدش عن 900 جرام. بس انا الفرخه دي كانت كبيره فاضطريت ان انا اقطع. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، اهم حاجه لازم ادخلها على فرن مسبق، او دلوقتي بغطيها برضو بورق الفويل من فوق كويس برضو، واقفلها كويس. عندك الورق الفويل بتاعك خفيف تحطي طبقتين. حطيتها في فرن مسبق درجه حراره 250 نص ساعه على الصاجه، وبعد كده طلعتها على الرف الاوسط على الشبكة. شايفين الرز بقى وجماله؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. واللون بتاعه تحفة مع اللون الاورنج بتاع الجزر، كان تحفة. عملت بقى طبقين سلطة كده وطبق طحينة جميل كده يستاهل بقكم. وبدأت كده ان انا اغرف اهو زي ما انتم شايفين. غرفت كده الرز عندي كله، والفراخ بتاعتي بعد ما استوت بقى كده واتأكدت انها نضجت كويس، رحت حطاها كده في الشواية شوية، ادتني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه اهو. بعد كده بقى عندك شوية مكسرات، حطي بقى على الوش كده شوية مكسرات عندك. ودلوقتي اللي انا حطيته ده، بعد ما قدمت جبت فحمة كده ولعتها حطيتها في النص وغطيتها على طول لغاية ما الفحمة اتطفت. ودي كانت اكلتي النهارده، اكله جميله وخدتش مننا وقت وسهله اوي تشرفك في عزوماتك قدام ضيوفك. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم جدا. واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، فيديو جامد. تنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.